هل تساءلت يوما كيف استطاعت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة أن تبني صناعة ميكانيكية من الصفر؟ اليوم سنأخذك في رحلة إلى واحدة من أهم رموز الصناعة الوطنية، شركة سوناكوم. في عام 1967 تأسست سوناكوم، أي الشركة الوطنية لصناعة المركبات، بهدف واضح: تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال النقل والصناعة الميكانيكية. وقد تم إنشاء مصانعها الرئيسية في الرويبة، قسنطينة، سيدي بلعباس، وسرعان ما أصبحت ركيزة أساسية في الاقتصاد الجزائري. لكن ما الذي كانت تنتجه سوناكوم فعلياً؟ قدمت الشركة مجموعة واسعة من المركبات، من بينها شاحنات ثقيلة ومتوسطة، حافلات النقل الحضري وما بين المدن، مركبات نفعية وخدماتية، ومن أشهر إنتاجاتها شاحنات SNVI كي 66 وكي 120، والتي استخدمت في النقل الثقيل والأشغال العمومية. كما أنتجت حافلات قوية ومناسبة للظروف الجزائرية، تتميز بصلابة الهيكل، القدرة على تحمل الطرق الصعبة، سهولة الصيانة. ولم يتوقف الأمر هنا، بل دخلت سوناكوم في شراكات مع شركات عالمية مثل مرسيدس بنز، مما سمح لها بتجميع وتصنيع مركبات بتقنيات حديثة. في السبعينيات والثمانينيات كانت سوناكوم في أوج قوتها، آلاف العمال، مصانع نشطة، وإنتاج يغطي معظم احتياجات البلاد، بل وتم تصدير بعض المنتجات إلى الخارج، ما جعلها مصدر فخر وطني حقيقي. لكن بدأت التحديات في التسعينيات: تحرير السوق، دخول المنافسة الأجنبية، ونقص التحديث التكنولوجي. كل ذلك أدى إلى تراجع أداء الشركة. لكن الدولة لم تتخلى عن هذا الصرح الصناعي. تمت إعادة هيكلة سوناكوم، وأصبحت تعرف اليوم ضمن مجمع SNVI. كما تم إطلاق مشاريع جديدة بالشراكة مع شركات عالمية لإنتاج شاحنات حديثة، مركبات عسكرية، حافلات متطورة. والآن، هل يمكن لسوناكوم أن تعود إلى مجدها السابق؟ الكثير من الخبراء يرون أن الفرصة لا تزال قائمة، بفضل الطلب المحلي الكبير، دعم الدولة، وخطط التحديث الصناعي. سوناكوم ليست مجرد شركة، إنها قصة صناعة، وقصة تحدي، وقصة أمة أرادت أن تعتمد على نفسها. والآن، رأيك يهمنا. هل تعتقد أن سوناكوم قادرة على المنافسة عالمياً؟